لما بتتوتري جسمك بيعمل ايه؟ نفسك في حاجة مسكرة ومش قادرة توقفي اكل، ولا العكس تماما، نفسك بتتقفل وممكن تعدي ساعات من غير ما تاكلي؟ الغريب ان الاتنين ممكن يكونوا استجابة للتوتر. انا داليا السيد، هوليستيك هيلث والبيين كوتش، ودي دقيقة مع داليا عيشيها صح، دقيقة بدقيقة. خليني اقولك حاجة مهمة. لما بنتوتر جسمنا مش بيقول ببساطة انا جعان او انا مش جعان. الجسم بيدخل في حالة استنفار، وبيحصل تغير في اشارات الجسم المرتبطة بالهضم والشهية. عشان كده ممكن واحدة تلاقي نفسها بتدور على الشوكولاتة والحلويات، واحدة تانية لما بتتوتر تلاقي نفسها مش قادرة تاكل اصلا. فلو انت من النوع اللي شهيته بتتقفل وقت التوتر، انت مش غريبة. ولو انت من النوع اللي بتاكل اكتر، ده مش معناه انك ضعيفة الارادة. لكن هنا لازم نسأل نفسنا، انا فعلا جعانة ولا متوترة ولا زهقانة ولا محتاجة اهدى، ولا الاكل بقى طريقة الاسرع اللي مخي تعود يستخدمها عشان يحس بالراحة. ودي نقطة مهمة جدا، لان الحل مش انك تحاربي الاكل، الحل انك تبدأي تفهمي الاشارة اللي جسمك بيبعتها لك. والمرة الجاية لما تلاقي نفسك راحة للاكل وانتي مش متأكدة انك جعانة ولا لا، خدي دقيقة واحدة بس واسألي نفسك انا حاسة بايه دلوقتي، وبعدها اختاري استجابة تناسب احتياجك واحتياج جسمك. ممكن يكون جسمك محتاج اكل فعلا، وممكن يكون محتاج مية او محتاج راحة او محتاج نفس عميق، او انك تبعدي 5 دقايق عن مصدر الضغط او مصدر التوتر. ومش كل رغبة في الاكل معناها ان جسمك محتاج اكل، ومش كل فقدان للشهية معناه انك تمام. الجسم بيتكلم، واحنا محتاجين نتعلم نسمعه ونفهمه ونعرف هو محتاج ايه. واكتبي لي في التعليقات، لما بتتوتري شهيتك بتزيد ولا بتتقفل؟ انا داليا السيد، ودي كانت دقيقة مع داليا. عيشيها صح، دقيقة بدقيقة.